ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. والله العظيم حرام الطبق كشري زي ده يبقى بمبلغ خزعبلي بجد. يعني عشان اطلب لأسرة كاملة اطلب ب 200 جنيه كشري بس لاربع افراد، يعني بالعيش بكل حاجة. انا عايزة اقول لكم عملنا الدقة والشطة الزيت والحمص. ماشي، بصوا عملت منه كمية والله العظيم يا جماعة بأقل تكلفة. بدأنا كده مع بعض بالحمص، نقعته من بالليل لغاية تاني يوم الصبح، وبغير عليه المية طبعا. حطيت عليه بشر طماطم او عصير طماطم زي ما تحبي وبصل، وحطيت فصوص من الثوم، وحطيت عليه ميه سخنه وملح وكمون وسبته على جنب كده، وهحط له كمان معلقه صلصه خام. وهنا بقى برضو العدس نقعته من قبلها بيوم لتاني يوم، وغيرت عليه الميه وحطيته بقى كده، وحطيت عليه ميه سخنه وملح وكمون، وسبته بقى على النار يستوي بالظبط اقل من ربع ساعه. كان العدس مستوي، والحمص طبعا عشان نقعاه من قبلها بيوم فبرضه ما خدش وقت كبير معايا. هنا بقى بنعمل مع بعض دقة الايه، الليمون والثوم. حطيت الثوم ما سبتوش يصفر بالظبط، قلبته كده بس ايه في الزيت، وحطيت عليه مع ربع كوباية من الخل، وكوباية مية، ونص ايه، نص كوباية ليمون، وكمون بقى وكزبرة وملح. جهزت معايا ودخلنا مع بعض بقى على ايه، الصلصة. بجد يا جماعة والله يعني مستني منكم لايك وشير وسبسكرايب عشان بجد ترفعوا لنا الفيديو كده عشان يوصل للناس، والناس فعلا تبدأ توفر في البيت احسن واوفر. بصوا بقى انا بعمل هنا الصلصة وهنتكلم تاني مع بعض. بنعمل هنا الصلصة، حطيت الثوم قلبته مع الزيت اديته بس ايه، لون بس دهبي كده، وبعد كده حطيت الطماطم وكمون وملح وفلفل اسود، وحطيت طبعا معلقتين من الصلصة الخام اهو، وكزبرة. سبتها بقى تتسبك وبربكيا. إيه، بصوا يا جماعة انا عارفة ان كل واحدة نفسها ترتاح وتقعد ايه، ت... تقعد بقى وترتاح من المطبخ شوية، بس والله العظيم يعني الموقف صعب في الايام اللي احنا فيها دي، موقف صعب جدا لما نكلف نفسنا طبعا مبلغ كبير عشان نفسنا ناكل كشري. اسره كامله عشان تاكل كشري لازم تدفع 200 جنيه. حرام يعني حرام. انا والله العظيم الموقف ده حصل معايا، جينا نطلب بالليل كشري. انا بصوا بعمل البصل وبحط عليه دقيق وبقلبه كده عشان ايه، اغلف كل ايه واحده من البصلايه من الدقيق. عايزه اقول لكم حصل موقف معانا ان احنا طلبنا كشري بالليل، لقيت الكيس ب 15 جنيه، والعلبه ب 25 وب 27. صراحه اتصدمت. ليه يعني؟ قمت الصبح رحت عامله لهم بقى، بصوا صينيه بصل، وعملت لهم حله من الرز ايه بالشعريه والعدس كده، حطيت معلقه من العدس بصوا مع الايه، مع الرز بالشعريه كده يديها طعم بعد ما استوى، وحطيت عليه الميه. هنا بقى هنعمل مع بعض بقى الشطه الزيت. شفتوا بقى بيدينا شطه زيت قد ايه، قد إيه؟ بصوا اللي هو اساسا ما تكفيش غير ربع فرد، مش هقول لكم فرد، لا ربع فرد. والله يا جماعه يعني تكلفه عاليه جدا عشان تجيبي كشري. بصوا بقى عملنا ايه اهو. عملنا طبعا حمص الشام بقى زي ما انتوا عايزين، عايزين تشربوه عايزين تحطوه براحتكم، والعدس والصلصه والشطه الزيت، وسلقت كمان المكرونه. عايزه اقول لكم فظيعه. يلا بينا نسمي الله، بس ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد اول باول. وقولوا لنا ايه رايكم كده في الكشري اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم والله اطعم من بره. والله يا جماعه انا عندي في البيت داقوا اللي بره وداقوا اللي انا عملته، قالوا لي اطعم بكتير من اللي بره.